السلام عليكم ومرحبا بكم في هذا الفيديو. تخيل معايا نهار عادي، فايق مرتاح، كتشرب القهوه ديالك وتخطط لنهارك، وفجاه كتوصلك واحد الرساله من جهه رسميه للدار ديالك. كتفتح الرساله وكتلقى جمله قصيره ولكن كتقلب حياتك كامله. العقار ديالكم مخصص لمشروع لمنفعه عامه. في ديك اللحظه كتوقف، كتقول شنو كيدير هذا القرار في باب داري؟ واش فعلا يقدر شي واحد ياخذ لي الملك ديالي؟ واش القانون كيعطيهم هذا الحق؟ واش انا عندي شي طريقه نحمي بها راسي ولا غادي نضيع ونسكت؟ هذا الفيديو ماشي باش نخوفك، هذا الفيديو باش نفهموك ونحروك ونعطيك القوه القانونيه اللي خاص تعرفها قبل ما تطيح في هذا الموقف. غادي نشرحوا قانون نزع الملكيه بطريقه بسيطه ولا تعقيد، وغادي نقول لك بالضبط شنو خاصك دير ملي وصلك داك الظرف. يلا نبداو. الجزء الاول، شنو هو نزع الملكيه؟ اول حاجه خاصك تعرفها، نزع الملكيه ماشي لعب وماشي اي واحد يقدر يديره، راه كاين قانون منظم اللي هو قانون رقم 781. قانون كيقول بان الدوله او الجماعات المحليه يقدروا ياخذوا العقار ديالك، ولكن بشرط: اولا يكون المشروع عنده منفعه عامه حقيقيه، يكون الاجراء استثنائي ماشي اي حاجه. ثالثا خاص يكون تعويض عادل ومسبق قبل ما يحيدوا لك العقار، يعني باختصار ماشي كل مشروع كيستحق ياخذوا لك ملكك، والتعويض خاص يكون مناسب وبالقانون. الجزء الثاني، منين كتبدا القصه كتبدا ملي كتجي لائحه المشاريع اللي الدولة كتعتبرها عندها منفعة عامة، وهذا الشيء كيوقع في هذه الخطوات. كيصدر قرار كيقول بأن هذه الأرض خاصة للمشروع، العقار كيولي مجمد نهائيا. كتجي لجنة التقييم باش تحدد التعويض، ولكن هنا كاينة مشكلة كبيرة. اللجنة اللي كتحدد الثمن أغلبها موظفين تابعين للدولة، وهاد اللجنة غالبا كتعطي واحد الثمن ناقص بزاف على الواقع، يعني كيجيو يعرضوا عليك تعويض وكتلقاه ما كيغطيش حتى الربع قيمة ديال الأرض ولا الدار ديالك، وهنا كيبدا الفخ. الجزء الثالث، الفخ القانوني اللي كيطيح فيه الاغلبيه. ملي كيوصلك العرض ديال التعويض كيبان لك بحال اخر فرصه، كيتكتب لك عندك مده فلانيه باش تقبل التعويض، والناس كتخاف كتقول الا رفضت غادي نخسر كل شيء، ولكن الحقيقه عكس هادشي كامل. الرفض ديالك هو اول خطوه صحيحه. ملي كتقول لا، الملف كيمشي مباشره للمحكمه وغادي تحط عند القاضي ماشي عند اللجنه. القاضي كيعين خبير عقاري مستقل، كيخرج للارض، كيشوف المنطقه ويشوف المساحه ويشوف الاثمنه اللي في السوق، وكيخرج بتعويض جديد. وغالبا التعويض اللي كيقرروه القضاة كيبقى قريب بزاف للثمن السوق، وبزاف الناس كيربحوا اضعاف العرض الاول. الجزء الرابع، شنو داخل في التعويض؟ التعويض ماشي غير الارض، القانون كيقول بانه خاصو يكون شامل قيمه الارض وقيمه البنايه ولا المنزل وقيمه الاشجار والغرس وقيمه الاستثمار اللي درتي، وحتى الجزء اللي بقى عندك الا نقصت قيمته بسبب المشروع. يعني حقق ماشي غير في المترو، حقق حتى في القيمه اللي نقصات. الجزء الخامس، الا دخلوا الارض بلا حق. هنا كاين واحد السيناريو اللي كيوقع بزاف في المغرب، شي جهه كتجي كتدخل الارض كتحط الاليات وكتبدا الخدمه ومازال ما كاين حتى حكم. هادشي كيتسمى اعتداء مادي، وفي هذه الحاله خاصك تتحرك بسرعه، كدير دعوة استعجالية. القاضي يقدر يوقف الأشغال في الحين وتقدر تدي تعويض كبير على الضرر اللي وقع. الجزء السادس، كيفاش تبقى محمي قبل ما يوقع المشكل. باش تكون محمي راسك خاصك تكون دير هاد الخطوات. اولا تعرف واش المنطقه ديالك داخله في شي مشروع مستقبلي ولا لا. ثانيا تكتب وتحرر الملك ديالك. ثالثا تجمع الوثائق والفاتورات والصور. رابعا دير التقييم العقاري عند خبير مستقل. خامسا ومن الاحسن تستشير مع محامي ملي توصلك اول ورقه. هادشي كامل كيعطيك قوه وكيخلي موقفك قوي في المحكمه. قبل ما نسدو هاد الفيديو بغيت نسولكم واحد السؤال: في البلاد اللي كيعطي القانون فيها الدوله الحق تنزع ملكيتك باسم المنفعه العامه، واش الملكيه فعلا حق مضمون ولا مجرد حق حتى يجي مشروع جديد؟ اكتب لي رايك في التعليقات وحنا غادي نناقشوا هذا الموضوع كامل مع المتابعين. ما تنساوش واحد اللايك وتعليق وبارطاج، وخليونا دائما متابعين لاهم مواضيع اللي كتهم المغاربه.